أصدقائي المتابعين لقناة كوبتي كوجي، أهلا بيكم بفيديو جديد على القناة. علامات نهاية الأيام ظهرت، وده مش مجرد كلام، دي حقيقة بنشوفها في الكتاب المقدس وبنعيش جزء منها في أيامنا. لو فتحنا سفر الرؤيا هنلاقي إن الضيقة العظيمة بتبدأ ب7 ختوم اللي هم بمثابة بداية الأوجاع اللي هتضرب العالم كله. فبيقول لنا النص: سمعت صوت أحد الحيوانات ال4 يقول هلم وانظر. وبعدين بيطلع فرس لونه أبيض. الفرس الأبيض ده رمز للسلام المزيف اللي هيجيبه الوحش اللي هو الدجال أو الإمبراطور اللي هيحكم العالم في الأيام الأخيرة. فيقول لنا الكتاب: وخرج غالبا ولكي يغلب، يعني هيطلع بشكل يخدع الناس، يحل المشاكل الاقتصادية ويخلص العالم من الأزمات، والناس هتمشي وراه بكل سهولة، خصوصا إسرائيل اللي دايما بتدور على اللي يملى بطنها. تفتكروا لما السيد المسيح عمل معجزة ال5 خبزات والسمكتين، الناس أكلت وشبعت، وتاني يوم راحوا يدوروا عليه مش علشان كلامه أو تعاليمه، لكن علشان شبعوا. فقال لهم كده: الحق أقول لكم إنكم أكلتم فشبعتم، لذلك تطلبونني، اعملوا للطعام الباقي لا للطعام البائد. فهنا الصورة واضحة، الناس بتجري ورا اللي يأكلها، والدجال ده هيستغل الحتة دي، هيسيطر على العالم بوعود الراحة والأكل والرفاهية، وهيتحالف مع نبي كذاب خارج من إسرائيل، مسيح مزيف من المسحاء الكذبة، وممكن يكون من نسل هارون، يعني من خلفية كهنوتية، علشان كده بيقولوا عنه شبه الخروف، لكن في الحقيقة هو وحش بيتكلم كلام تنين. وبعد الفرس الأبيض بيطلع فرس تاني لونه أحمر، والفرس الأحمر ده رمز الحروب وأخبار الحروب، زي ما المسيح قال في متى 24: تقوم على أمة ومملكة على مملكة. هيبدأ بسلام زائف، لكن سريعا هيتحول لقتل ودمار، لكي يقتل بعضهم بعضا. وبعدين يجي الفرس الثالث اللي لونه أسود، وده رمز للجوع والمجاعات. طيب ليه اللون أسود؟ لأن الجوع بيخلي جلد الإنسان يسود، زي ما قال إرميا في المراثي: جلودنا اسودت من جراء نيران الجوع. فيقول الكتاب المقدس: 8 قمح بدينار و3 ثماني شعير بدينار. عارفين يعني ايه 8 قمح؟ يعني ما يقرب من 8 أو 10 كيلو قمح. لما يطحنوا ونشيل منهم الردة هتطلع كمية قليلة جدا من الدقيق، يعني تعمل 3-4 ترغفة. والدينار ده كان أجرة العامل في اليوم كله، يعني الراجل يشتغل يوم كامل علشان يجيب 3-4 ترغفة يأكلهم هو وولاده. ولو رحنا للشعير اللي هو أكل الفقراء، 3 ثماني شعير بدينار، يعني يدوب هياكل هو وعياله خبز شعير حاف، وده أقل من القليل. وبعد كده يجي الفرس الرابع اللي هو لونه باهت، مش أخضر زي ما بعض الناس بتفهم، لكن باهت يعني مرض وأوبئة، والكلمة في أصلها اليوناني معناها باهت أو شاحب، زي لون الموت. وده اللي هينتشر في الأرض، أمراض وأوبئة تقضي على الناس. وإحنا في أيامنا شايفين عينة من ده، من إنفلونزا الطيور لجنون البقر للكورونا اللي قفلت الدنيا كلها. فبيقول الكتاب المقدس إن الفرس ده هيقدر يقضي على ربع سكان الأرض بالجوع والمرض والحروب. تخيلوا إن ربع الكرة الأرضية يموتوا في وقت واحد. ولما نوصل للختم الخامس هنا بيبدأ الاضطهاد الكبير. فبيقول كده: رأيت تحت المذبح أنفس الذين قتلوا من أجل كلمة الله، دول اللي هيتسلموا للضيق ويقتلوا علشان إيمانهم. أما الختم السادس فبيجيب الزلازل والكوارث الطبيعية اللي هتهز الأرض كلها، وصولا للختم السابع اللي بيفتح على 7 أبواق، ودي ليها رموز تانية مش هنتكلم عنها دلوقتي، لكن اللي احنا فيه دلوقتي هو مبتدأ الأوجاع، زي ما قال السيد المسيح في متى 24: هذه كلها مبتدأ الأوجاع. في الوقت ده الناس هتعمل ايه؟ اللي تحت المذبح هيصرخوا لربنا، لكن الاضطهاد هيزيد. فبيقول: يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي. وده بدأ يظهر فعلا. اليهود دلوقتي مبغضين معظم العالم، ولو أمريكا أو أوروبا اتخلوا عنهم هينتهوا تماما. وحتى بينهم هم نفسهم بيقول: حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. يعني الخيانة هتبقى سيدة الموقف، حتى بين اللي بينتموا للوحش والنبي الكذاب. وده اللي خلى ميخا النبي يقول في سفره: لا تثق بصديق ولا تطمئن لمن في حضنك، لأن الابن يهين أباه والبنت تقوم على أمها وأعداء الإنسان أهل بيته.
الأيام دي هتبقى وحشة جدا، الثقة هتختفي والكل هيبلغ عن الكل. ولو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن الدجال ده مش حاجة جديدة. في القرون الأولى الناس كانت بتتوقع شخصية زي دي، وكانوا شايفين في الإمبراطورية الرومانية نموذج للحكم اللي هيسيطر على العالم. لكن اللي جاي أكبر من كده بكتير. الفرس الأبيض هيجيب سلام مؤقت، لكن الفرس الأحمر هيفجر حروب ما شافش العالم زيها، وبعدين الجوع والأوبئة هتكمل على الباقي. وده كله بيتماشى مع نبوات دانيال اللي اتكلم عن الوقت والأوقات ونصف الوقت، يعني فترة الضيقة العظيمة اللي هتستمر حوالي 7 سنين، النص الأولاني منها سلام زائف والنص التاني دمار شامل. في وسط كل ده الناس هتبقى عايشة في خوف ورعب، لكن اللي عنده إيمان هيعرف إن دي بداية النهاية، وإن الرب هيرجع بعدها يحكم الأرض بنفسه. زي ما قال في سفر الرؤيا 11: صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه وسيملك إلى أبد الآبدين. في الوقت ده الوحش والنبي الكذاب هيترموا في بحيرة النار، واللي صمدوا في إيمانهم هيشوفوا ملك السلام الحقيقي بيجي ينقذهم. فالأيام اللي جاية مش هتبقى سهلة، لكن الكتاب المقدس بيطمنا إن اللي هيثبت للنهاية هينجو. الزلازل هتزيد، الأوبئة هتنتشر، والحروب هتدمر كل حاجة، لكن في النهاية ربنا هيعلن نصرته. فبيقول كده في سفر الرؤيا 19: رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمين وصادق وبالعدل يحكم ويحارب. ده الفرس الأبيض الحقيقي، مش المزيف اللي هيجيبه الدجال. فالرب يسوع المسيح هيرجع يملك، وكل عين هتشوفه، واللي طعنوه هينوحوا عليه، وكل مملكة هتخضع ليه. وفي أيامنا الجاية لو فكرنا في الواقع اللي عايشينه هنلاقي إن علامات مبتدأ الأوجاع فعلا بدأت. الاقتصاد العالمي على وشك الانهيار، الحروب بتشتغل في أكتر من حتة، والأمراض الجديدة بتطلع كل يوم. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا: ارفعوا رؤوسكم لأن فداءكم قد اقترب. اللي عايز ينجو لازم يمسك في الطعام الباقي، الإيمان بالرب يسوع المسيح، مش الطعام البائد اللي بيجيبه الدجال. فالأيام دي هتبقى اختبار لكل واحد فينا، لكن اللي هيصبر للنهاية هيشوف النور بعد الضلمة. أتمنى للجميع النعمة والبركة والخلاص الأبدي في معية ربنا يسوع المسيح ملك السلام الحقيقي الخارج من سبط يهوذا غالبا ولكي يغلب. احذروا من الطعام البائد واعملوا للطعام الباقي للحياة الأبدية. أترككم في رعاية المسيح، وإلى اللقاء.